السلام عليكم بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنين. كيما راكم تشوفوا لا فيديو تاعنا تاع النهار اليوم حندير معجون صفرجل. اللي نقول لكم واش نقول لكم، هذا المعجون يجي بزاف بنين واللون تاعو ولا اروع، بلا ما نديروا له الكولورام، بلا ما نديروا له حتى اي ملونات اخرى. كيما راكم تشوفوا هنا حكمت الصفرجل تاعي. هنا عندي كيلو 700 غرام تاع الصفرجل. بعد ما شريته نقيته مليح، غسلته دونك حنا نقيناه غسلناه مليح حكيته بيان. من بعدك هنا كيما راكم تشوفوا وزنته لقيته كيلو 700. هنا الصفرجل تاعي واش ندير له بعد ما نقيناه مليح وغسلناه وخليناه يقطر نشفنا. هنا نجيب قدره فيها الماء، رايحه ندير الكميه تاع الصفرجل تاعي. انا الصفرجل تاعي درته في الماء هكذا يطيب لمده حوالي 4 ساعه من جهه، من بعد كي يفوتوا لي 4 ساعات راح نقلبه من جهه واحده اخرى باش يسهل لي طريقه التقشير تاعو، باسكو نعرفوا الصفرجل يجي عاصي ويجي قاسح شويه، دونك واعر في التقشير تاعو. كيما راكم تشوفوا هنا الماء بدا يغلي لي، الصفرجل تاعي حكمته قلبته خليته 4 ساعات من جهه واحده اخرى باش يسهل لي كيما قلت لكم طريقه التقشير تاعو. وكيما راكم تشوفوا هذا الماء اللي طافيه الصفرجل راح نحتفظ به، مانيش حنرميه. هنا بعد ما فاتوا 4 ساعات من كل جهه مسيتو هكذايا هذيك لابو من الفوق نقدروا نقشروها. هنا نحيت الصفرجل تاعي خليته بجهه حتى برد لي، وهذاك الماء احتفظت به ثاني خليته بجهه. جيت هنا نقي الصفرجل تاعي، شوفوا كيفاش نقيوه. نقشروه هكذا عادي كيما نقشروا البطاطا ولا نقشروا اي حاجه، نقشروه كامل ونقيه كامل. كما قلت لكم هنايا نغليو الصفرجل تاعنا باش يسهلنا طريقه التقشير تاعو. هنا رايحه نقشر كامل هذه الكميه اللي راهي عندي، من بعدك نشد الحبه نقسمها على زوج. هنا كيما راكم تشوفوا الصفرجل تاعي، اذا كان الصفرجل تاعكم صغير نقطعوه على شكل طولي، اذا كان الصفرجل تاعكم شويه كبير كيما انايا هنايا راني قطعته بشكل عرضي باش يجيو لنا هكذا هذوك البراج تاعنا ولا الحبيبات تاعنا تاع البراج تاعنا يجيو لنا شابين ويجيو لنا متحوفين. هنا بعد ما قسمته كامل هكذا بهذه الطريقه رايحه نقيه كامل من الداخل، كامل هذه الحبات ولا هذا البراج تاعنا رايحه نقيهم مليح. شوفوا كيفاش يجي لنا لداخل. كيما راكم تشوفوا هنا، شوفوا البنات الصفرجل تاعنا كيفاش جا، كيفاش راهم لداخل هذاك العلف تاعو والفتات هذاك يجي واحد الفتات فيه لداخل. كيما قلت لكم هنا الحبيبات تاعكم تاع الصفرجل اذا كانوا كبار اذا كانوا صغار نقسموهم بشكل طولي، اذا كانوا كبار راح نقسموهم هكذا بشكل عرضي. نروحوا له غير بالعقل ونسعفوه ونسيسوه. وثاني هنا حبيت نقول لكم باللي الصفرجل تاعنا ماشي حنطيبوه مليح، رايحين نطيبوه غير شويه، نطيبوه الطياب الاول يكون غير شويه جهد ما نقدروا نقشروه برك، ما لازمش يطيب لنا 100%، لانه الطياب تاعو 100% راح يكون كي نديروا له السكر وكامل المكونات تاعو. بعد ما نقيو كامل الكميه تاعنا تاع الصفرجل نقيوه مليح ونقيوه بالطبع. هنا واش نجيو نديرو، رايحه نشلل هذا الصفرجل تاعي مليح ونديرو في الكسكاس يقطر ليه باش نتخلصوا كامل هذيك الكميه تاع الماء ونجي نوزنوه بالضبط. انا في الاول قلت لكم كميه الحبيبات تاع الصفرجل كي وزنتهم كانوا عندي كيلو 700، بعد ما نقيته وقشرته كامل ولا عندي هنايا كما راكم تشوفوا حوالي كيلو 100 غرام. كما راكم تشوفوا هنا في الميزان طاح لي كيلو 96 غرام تاع الصفرجل. دونك هنا واش نجيو نديرو، نجيبو حاجه اللي نطيبو فيها، سواء كوكوطه سواء قدره تكون ثقيله، المهم تكون المعاجن تاعنا يحبوا حاجه ثقيله يطيبوا فيها. دونك هنا اللي عندي كوكوطه انا جبت درت كيلو تاع السكر. هنا وزنت الماء اللي كنت طيبت فيه الصفرجل طرح لي ريتله و100 غرام. دونك هنايا الكميه كامل تاع السوائل اللي راح نديروها ريتله ونص. دونك انايا الماء اللي طافيه الصفرجل خرج لي ريتله 100 غرام، زدت عليه 400 غرام تاع الماء وخلطتهم هكذا. حاولت نخلط الماء تاعي مع السكر نحركهم مليح، من بعدك نديرو فوق النار. بلا ما ننساو لي طرونش تاع القارص. هنا درت نص حبه تاع القارص قطعتها هكذا طرونشات وحطيتها في السيرو تاعي. في كل كيلو تاعنا تاع الصفرجل رايحه نديرو كيلو تاع السكر وريتله ونص تاع الماء. هنا بعد ما غلى لي السكر تاعي مع الماء تاعي غلى لي مليح لمده 10 دقائق، رميت عليه الصفرجل تاعي اللي كنا نقيناه وشللناه وحطيناه بجهه. دونك هنا درتو رميت الصفرجل تاعي اللي قلنا كيلو حوالي كيلو 100 غرام
وخليته يطيب على نار متوسطه. خليته يطيب في عقله. مده الطهي تاعنا تاع السفرجل طابلين لمده ساعه كامله على نار هادئه. بعد ما يبدا يطيب لنا المعجون تاعنا، اذا شفناه دار رغوه من الفوق نحيوها بالمغرفه، سينو اذا ما داش نخليوه يطيب عادي كما قلت لكم، يطيب لمده ساعه كامله. وهنايا المعجون تاعنا ما نغطيوهش، بعد ما يطيب لنا نحيوه من فوق النار ونخليوه هكذاك. المعاجن تاعنا جامي نغطيهم باسكو لو كان نغطيوهم راح يقراص لنا. دونك المعاجن جامي تغطيوهم، تخليوه يبرد مباشره، تخليوه يبرد هكذاك. وهنا المعجون تاعنا كان واجد، كان طاب كما راكم تشوفوا. هنا اللون جا بزاف شباب، جا هايل. نتمنى منكم انكم تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. ما بقى لي في الاخير نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. بقى على خير.